مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: وزارة الصحة تزف خبرا سارا. قبل الخوض في تفاصيل هذه النشرة الإخبارية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم دائما كل جديد. قناة أخبار مغربية، إليكم التفاصيل. أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن شرعت فور توفر الاعتمادات المالية برسم السنة المالية 2026 في تسوية مختلف التصرفات الإدارية ذات الطابع المالي، وفي مقدمتها التوظيفات برسم سنة 2025 إلى جانب الترقيات في الرتبة والتعويضات بمختلف أصنافها. وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أن هذه العمليات تنجز في إطار تنسيق وثيق مع مصالح المراقبة المالية المعتمدة لديها، بما يضمن احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويؤمن سلامة الإجراءات ودقتها. وأشار البلاغ ذاته إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وفور التأشير على جدول أعداد الموظفين الشروع في تسوية الترقيات المرتبطة بالدرجة، إضافة إلى بعض الوضعيات الإدارية الأخرى، في مسعى يهدف إلى ترسيخ الإنصاف والشفافية في تدبير المسار المهني لموظفي القطاع. وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على حرصها المتواصل على تسريع وتيرة معالجة الملفات الإدارية والمالية، بما يعزز الثقة ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، ويواكب متطلبات الحكامة الجيدة داخل القطاع. وفي خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار عدد من الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية في السوق المغربي، بما في ذلك أدوية مخصصة لعلاج الأورام السرطانية. وبناء على طلبات تخفيض الأسعار المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلانية الصناعية وباقتراح من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وافقت الوزارة على مجموعة من القرارات التي تم نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتشمل هذه التخفيضات أدوية معروفة لعلاج الأورام السرطانية. هذه القرارات تأتي في إطار جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتوفير أدوية بأسعار معقولة للمواطنين مع الحفاظ على توازن في سوق الأدوية المحلية. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته.